السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده سابع فيديو من كورس How to be an web developer بالعربي. الفيديو ده الهدف منه اللي احنا عايزين نكريت موديل كامل بكل الفيلدز اللي فيه، ونبدأ نتعرف على بعض البارامتر اللي بتكون داخل كل فيلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده سابع فيديو من كورس How to be an developer بالعربي. الفيديو ده الهدف منه اللي احنا عايزين نكريت موديل كامل بكل الفيلدز اللي داخله، ونتعرف على بعض البارامتر اللي بتكون داخل الفيلد. احنا هنا بنكريت موديل على ستودنت، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ مثلا محتاجين مثلا من الستودنت محتاجين اسمه، النيم بتاعه والاسم بتاعه ايه. فده انما ممكن مثلا نعرفه من ان هو كاركتر، ان هو هيتخزن ككاركتر شوية، يعني كمجموعة من الكاركتر بحال نضاف. من ضمن الحاجات اللي ممكن أو يفضل اللي هي تكون داخل الفيلد يعني حاجة اسمها string. ايه السترنج ده؟ الهدف منه ايه؟ الهدف من السترنج ده اللي هو بيدي ليبل للفيلد ده. الفيلد ده مثلا لما هنيجي في اليو اي مثلا هيبدأ يعرض، هيبدأ يدي ليبل ليه سواء في التريفيو او الفورم فيو، يبدأ يدي ليه ليبل المعرف، يعني زي بتعرف عليه من خلال الليبل ده. فانا مثلا ده نيم هيبقى student name. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن بارامتر نضيفها حاجة اسمها require. ايه require ده والهدف منها ايه؟ هل الفيلد ده شرط اساسي ان هو يضاف له قيمة عشان الريكورد يتكريت ولا لا؟ ده برضو الريكورد واهميته. في حاجة تانية اسمها read only. ايه الريد اونلي ده؟ الريد اونلي ده هل هو مثلا الفيلد ده للقراءة بس؟ وده مثلا ممكن يظهر في حاجة زي السالري، ان السالري هي فانكشن بتكريته بشكل اوتوماتيكلي بناء على عدد الاكسبيرينس، مثلا سنوات الاكسبيرينس، بناء على ما هنيجي مثلا نعمل الفيلد بتاع نعمل الموديل بتاع الانستراكتور، او ده ممكن يكون تاسك الله اعلم، بس يعني انا كده كده هكريته. الانستراكتور مثلا احنا عايزين نحسب السالري بتاعه، فاحنا هنحسب السالري بتاع الانستراكتور بناء على سن الخبرة بتاعته، عدد الساعات اللي هو هيشتغلها. فدي هيبقى المفروض الفيلد ده ريد اونلي، ان هو للقراءة للاطلاع فقط، محدش يقدر ياكسس عليه، مش حتى الادمن ما يقدرش ياكسس عليه، لا هي فانكشن اللي بتحسبه بشكل اوتوماتيك. هنتعرف عليه مع الكمبيوتد فيلد ان شاء الله. من ضمن الحاجات اللي ممكن نضيفها برضو في حاجة اسمها الترانزليت. يعني ايه الترانزليت؟ لما هنيجي ناخد برضو الترانزليشن، اللي هو مثلا الفيلد ده هو قابل للترجمة، اللي هو مثلا هيبقى له حاجة، له مثلا تعريف بالعربي وتعريف بالانجليزي. الاسم مثلا ممكن ينضاف بالعربي وينضاف بالانجليزي، اللي هو هيبدأ يعمل لي تو يعني حاجتين اللي انا اقدر اضيف فيهم الكلمة، سواء الاسم بالعربي او بالانجليزي. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تنضاف حاجة اسمها السايز. ايه السايز ده؟ السايز ده اللي انا بقول والله اقصى عدد للكاركتر ايه، ان هو مثلا ما يزيدش، ان هو مثلا 100 كلمة بس اللي تنضاف. يعني لو الاسم ده خط 100 كلمة، يعني ما ينفعش الاسم ده ما يدينيش المساحة اصلا ان انا اكتب غير 100 كلمة بس، او 100 حرف قصدي. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن نضيفها حاجة اسمها التراكنج. التراكنج دي هنعرفها أكتر برضو مع الشاتر. لما تيجي نعمل شاتر اللي هو بيكون حاجة كده في الجنب، اللي هو مثلا أنا عايز أول ما الاسم يتغير يحصل زي رسالة كده إن الاسم اتغير من خلال اليوزر الفلاني. فده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نتعرف عليها يعني في في حاجات تانية. في مثلا حاجة زي الستور، اللي هو الفيلد ده قابل للتخزين في الداتابيز ولا لأ، وده بيستخدم مع الكمبيوتر فيلد. في ديفولت، القيمة الأساسية، القيمة اللي هي باي، اللي هو وانس اللي أنا كريت، لو أنا جاي كاريت ريكورد هتلاقي قيمة أساسية موجودة للاسم. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تكون موجودة حاجة اسمها هيلب. إن الفيلد ده بيعمل إيه. لما هاجي على التول تيب بتاعتي، لما هنيجي نفعل الديباج مود ونيجي نأكسس على يعني نيجي نحط كده بس على الفيلد، هيبدأ زي شبه البتاعة دي بالظبط اللي ظهرت حاليا، إن هو ده variable من الاسم نيم، الاسم بتاعه نيم من النوع كاركتر، هي شبه دي بالظبط كده. فبس احنا هنا كريتنا النيم، ممكن نكريت كمان ال ايه تاني ممكن نكريته مثلا.
ممكن نكريت الفون نمبر، فون نمبر، فون نمبر من النوع integer، اللي هو ده كل القيمة بتاعت الفون نمبر. وطبعا الفون نمبر بعد كده ان شاء الله يعني لما تاخد الفاليديشن لازم هنعمل فاليديشن عليه، اللي هو مثلا الارقام ما تزيدش عن 11 رقم. لازم مثلا ما يكونش الارقام متكررة، إن هو الرقم هو ما يحصل يونيكنس ليه. طبعا لما نيجي نتعامل مع الفاليديشن هنعمل حاجة زي كده. برضه هنضيف السترينج لان دي حاجة مهمة، ان احنا هنا الستودنت فون. برضه ريكويرد اللي هو لازم يكون ليه رقم، لان ده مثلا لما هنيجي نتعامل مع لما هنيجي نعمل اي بي اي مثلا بيوصل نبعت رسائل للطلبة عن طريق الواتساب، محتاجين الرقم بتاعه. فده ريكويرد ترو برضه. بعد كده ممكن نضيف ايه مثلا، نضيف حاجة اسمها date of birthday او birth. وده بيكون من النوع date. وده برضه ممكن نحط عليه فاليديشن مثلا ان الطالب ما يكونش عمره مثلا النهارده كام، النهارده 17 17 7. ما ينفعش مثلا 17 7 2025، ما ينفعش يكون طالب عمره 17 7 2025. ده ان شاء الله في الفاليديشن هنتعرف عليه، اللي احنا نحط فاليديشن على الديت. ان هو مثلا احنا مدرسة ابتدائي، فمثلا ممكن يكون عمر سنة الطالب مثلا أو ميلاد الطالب مثلا 2015 2017 حاجة شبه كده يعني، عشان يكون عنده 6 سنين. اللي هو ما ينفعش الطالب يكون ما يتخطاش ال6 سنين. ممكن نعمل برضو فيلد تاني اسمه age، والايدج ده الهدف منه هيكون كومبليت فيلد. وده ان شاء الله ان شاء الله الفيديو اللي بعد الجاي، لان الفيديو الجاي هنتعرف على انواع الريليشن شيب داخل الاودو، اللي هي الميني تو ميني والوان تو ميني والميني تو وان. ان شاء الله هنتعرف عليهم في الفيديو الجاي. الفيديو اللي بعد الجاي ان شاء الله هنتعرف على الكمبيوتر فيلد. فاحنا ممكن برضو من ضمن الفيلد اللي نضيفها الايدج. الايدج ده هيكون كمبيوتر فيلد بيتحسب بناء على الديت اوف بيرث. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن نضيفها الادرس. فالادرس ده المفروض هيكون ايه مثلا، المفروض كلام كتير، فما ينفعش يكون كاركتر. امال هيكون ايه؟ هيكون من نوع تكست، من النوع تكست. وبرضه ممكن نديله سترينج ولا حاجة، بس مش مش وقته دلوقتي. أو ممكن يعني مثلا سترينج ديت أو بيرث داي على طول، بيرث داي. وهنا الستودنت أدرس، أدرس. برضو من ضمن الحاجات، ودي حاجة مهمة جدا هنتعرف عليها، في حاجة اسمها الاركايفنج. ايه الاركايفنج ده؟ الاركايفنج ده ان هو بدل ما انا احذف الريكورد بتاعي من الداتابيز، لا، ده هيحصل له اركايفنج. ان هو ايه، ان هو موجود في الداتابيز وكل حاجة، بس مش ظاهر لي في اليو اي، مش اكتف يعني. هو موجود وكل حاجة متخزن يعني. أنا لو عملت له لو شلت الاركايفنج من عليه خليته ان اركايفنج يعني، هيبدأ يظهر لي عادي، بس هو ما يظهرليش في اليو اي. فمن ضمن الحاجات اللي لازم نضيفها في اي موديل حاجه اسمها اكتف. ان هو اودو اول ما تشوف الفيلد اللي اسمه اكتف ده هتترجم عندها ان هو ده خلاص اعملي لي بقى انت اكشن. يبدا اللي هو اول ما هنيجي نشوفها يعني في اليو اي، ان هو اول ما اضغط عليه يحصل له اركايفنج، اللي هو ما يتحذفش من الداتابيز بس ما يظهرليش في اليو اي. فده بيكون من النوع بوليان. بوليان
بس يعني كده المفروض احنا كريتنا الموديل. لسه طبعا في حاجات تانية هنضاف عليه زي الفاليديشن، وممكن مثلا لما نيجي نربط موديل ببعض هنتعرف عليه. احنا عايزين بقى نشوف الكلام ده شكله ايه في الداتابيز. طبعا لو انا فتحت الداتابيز حاليا بعد ما يشتغل بس لحظة، وجيت اعمل ريفرش، مفيش حاجات كريتت. ليه مفيش حاجات كريتت؟ لان المفروض ممكن اروح على، يعني عندي حلين، لا اروح على اليو اي هنا وافتح الموديل انفو واعمل حاجه اسمها ابجريد، او ممكن وانا كنت بعمل رن لل يعني للبروجكت ممكن اجي هنا اقول داش يو واحط هنا اسم الموديول بتاعي، فهو كده هيعمل ابديت. هو خلاص انت اعمل ابديت للسكوب، وهنا المفروض بعد ما يعمل ابديت، هو المفروض حصل ابديت بس احنا بنرن، وجينا هنا نرفرش. ايه ده بقى؟ عندي 10، ظهر لي ال10 كولوم بتوعي ان هو كل الحاجات الكلام بتاعي اترجم اوتوماتيكلي لفيلدز داخل البوستجريس. بس هو ده اللي كنت حابب اتكلم فيه النهارده.